النهارده هنعمل مع بعض وصفة خطيرة جدا جدا واقتصادية قوي، وفي نفس الوقت هتشبع قوي وطعمها بجد خطير وتحفة. انا بصراحة يعني بالليل كده حوالي الساعة 3 الفجر كده، هو والله العظيم بجد كنت جعانة جدا وماليش نفسي للأكل اللي كلته في الغدا، فكنت عمالة أفكر أعمل ايه. فعملت بقى الوصفة الخطيرة الفظيعة ديت وطلعت طعمها تحفة جدا. بس قبل ما نبدأ وصفتنا، لو انتوا أول مرة تشوفوني، أنا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة. أول حاجة كده اهو جبت البطاطس المحمرة، حمرتها عادي جدا زي اي بطاطس بنحمرها، وطبعا كلنا عارفين هي بتتحمر ازاي. تمام. انا من عشاق البطاطس المحمره اصلا، فحبيت ان انا اعمل الوصفه دي بالطريقه ديت، وكانت بصراحه ناجحه جدا وكانت فظيعه. هنا عندي بقى عيش من الشامي. اوكي. تقدري تعملي بعيش تاني لو انت مش متوفر عندك الشامي ده، بس بصراحه العيش ده يا جماعه بيديها طعم خطير جدا جدا وبتكون فظيعه. انا خدت كده اهو الجزء الطري من العيش، عشان زي ما شفتوا كده كان في حته في يعني ناشفه شويه، وفي نفس الوقت مش هعرف ان انا الفها بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي، بس برضو انا مش هرميه، هستخدمه في الوصفه وهتشوفوا ازاي. هنا بقى بعد ما رصيت كده اهو البطاطس زي ما انتوا شايفين، حطي بقى الكميه اللي انت تحبيها براحتك خالص. تحطي بقى عليها كده ايه، قرن فلفل حامي. بصراحه يا جماعه الفلفل الحامي بيديها طعم خطير وبتبقى تحفه. يعني مش هقولك، انا على فكره مش بحب الحامي قوي، بس انا بصراحه حطيته كان فظيع. ممكن تحطي رومي عادي لو مش بتحبي الشطه وهتبقى حلوه برضو، بس الحامي بيديها طعم احلى. وحطيت كده ايه شويه كده اهو من الميكس الجبن، ده كان شيدر على موتزاريلا على رومي. وحطيت كده حبه من المايونيز، وهحط برضو من الكاتشب والمستردة. عايزه اقول لكم انا قبل ما اعمل كنت بقول لجوزي تاكل معايا، فهو قال لي بصراحه لا مش عايز ياكل. كان لسه يعني واكلين، فهو مش هبقى انا اللي جوعت. فلما عملته ودقته بقى عمال يبص لي كده في السندوتشات وانا باكل، فاضطريت ان انا اديله منها، صعب عليا لان عجبته جدا. قال لي بصراحه تحفه قوي، مع ان هو مش بيحب البطاطس المحمره اصلا، بس لما دقها كانت بجد فظيعه وخطيره. هنا كده بعد ما حطيت بقى الصوصات اللي قلت لكم عليها، هلف بقى كده الساندوتش زي الايه الرول بالظبط. انا حبيت ان هو يكون طري عشان اقدر ان انا الفه بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. تمام. هلف بقى كل الكميه اللي انا هعملها بالشكل البسيط ده هوت، وهتشوفوا ايه هتبقى عامله ازاي. هنا بقى ايه، طبعا الساندوتش ايه كان هيعمل معايا زي الاولاني، هضطر ان انا استخدم منه بس اللي هو الوش واسيب الظهر بتاع العيش. فانا قلت لا، طب انا هفتحه وهحشيه كده اهو واسوي الساندوتش بتاعي كده اهو بالمقص، لو في اي زيادات يعني من العيش، واظبطه كده وهندمه وهيتظبط معايا وهيبقى حلو. كده كده هو هيقفل، لان احنا لسه هنعمل فيه خطوه تاني كمان مهمه جدا، هتخلولك بقى يقفل كده معاكي ويبقى حلو قوي. عملته بقى كده زي ما انتوا شايفين اهو، مليته واقفله بقى كده اهو. طبعا هنا ايه كان مش عايز يتقفل عشان زي ما انتوا شايفين من الاطراف كان مرفوع، قصيته كده اهو بالمقص وايه وسويته. يا جماعه والله العظيم لما بنخش المطبخ حتى لو احنا ما عندناش اكل، بنعرف نخترع اكل وبيكون بسيط وبيكون حلو جدا ومفيش اي مشكله وبيطلع تحفه. مش شرط يعني اللي يكون في لحمه وفراخ والكلام دوت. تمام. هنا بقى كده جبت الطاسه بتاعتي واديتها كده رشه كده اهو من الزيت زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وشوحت بقى السندوتشات بتاعتي في الفرن بالشكل الفظيع ده. كان بجد تحفه، مقرمش جدا كده اهو من بره وكان خطير. وشوحته بقى كده زي ما انتوا شفتوا على الجناب دي كلها، وقدمته الصوصات بقى جوه يعني بقت تحفه، والجبنه ساحت معاه. بجد كان طعمها خطير. اتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم وتكون سهله وسريعه بالنسبه لكم. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس، وبجد والله لو جربتوها هتعجبكم. اشوفكم بقى في فيديو جديد بوصفه جديده.